بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم على الشاشة الأجرأ والأقوى والأفضل، القاهرة والناس، وحلقة جديدة من أخبار العاصمة. زي ما حضراتكم عارفين إن شاء الله مباراة منتخب مصر بكرة أمام زيمبابوي الساعة 3 عصرا. إن شاء الله منتخب مصر يحقق النصر، لأن هدفنا كلنا كإعلام وكل الرياضة هدفنا نشوف منتخبنا في كأس العالم. الفريق حقق انجازات كبيره جدا في افريقيا، ولكن المهم جدا واحنا بنطالبه المنتخب ده قادر ان شاء الله اللي هو يوصل لكاس العالم. عارفين اللي جمع 9 نقاط، فمهم جدا ان شاء الله الفوز ياكد وصولنا ان شاء الله للمرحله اللي بعد كده والمرحله الاخيره، وكل التمنيات والتوفيق لمنتخبنا بقياده مستر برادلي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين لعب واحد السيد امبارح اتصاب وحاول يضمه الهاني سليمان. الحقيقه مش اللي مستر برادلي هو اللي رفض الهاني سليمان، الحقيقه لنادي الاتحاد السكندري عنده مباراه مهمه في الدوري يوم الخميس، فاحنا عايزين نعرف مصلحه الانديه اهم ولا منتخب مصر الاهم. فبالتالي نادي الاتحاد رفض الهاني سليمان يبقى موجود، ودي حقيقه الامر ان شفنا كلام كتير جدا بيتقال اللي مستر برادلي هو اللي قال هضم محمد صبحي مكان الهاني سليمان، ولكن الحقيقه زي ما قلت لكم لنادي الاتحاد هو اللي رفض. كابتن ربيع ياسين كان عنده المفروض مباراه امام غانا وهو رفض يلعب. احنا يعني اتكلمنا كتير على مستوى الفريق المرحله او الفتره الاخيره في المباريات الوديه، الفوز بيجيب فوز والهزيمه بتجيب هزيمه، دي كلمه معروفه جدا في الكوره او بلغه الكوره. فانت النهارده كل المباريات الوديه بتخسرها وما بتخسرهاش، يعني بتخسرها بشكل وحش جدا، بتخسرها 4 و3 و2 امام فرق المفروض اللي هي مش بحجم اسم منتخب مصر، المفروض اللي هو هيلعب في كاس العالم. فكابتن ربيع رفض المباراه. اعتقد لو في حاله اللي هو مش هيلعب المباراه هيبقى في غرامات عليه، واكيد اتحاد الكوره هو اللي هيتحملها. برضو في مشكله، كان في اجتماع كمان النهارده سواء في منشور راح للمناطق كلها على اساس ان السنه الجايه ان شاء الله يبقى في 25 لعيب مش 30 لعيب. طبعا دي مشكله بقى لها سنين طويله جدا، الاتحاد الكوره يعملها 30، الانديه بتعترض عايزه يبقى في خمس ناشئين تطلع وتتأيد وهكذا، ما يبقى 25 نفس الموضوع. هيبقى عندنا حلقه كامله عن الموضوع دوت، ونحاول ان شاء الله يبقى معانا ضيفنا الاستاذ عضو مجلس اداره اتحاد الكوره الاستاذ احمد مجاهد ويتحدث ليه اخذوا القرار ب 25 لعيب. خلينا نروح لمجموعه اخبار سريعه. معانا من زيمبابوي استاذ ابو الوفا الخطيب، برحب بحضرتك في اخبار العاصمه. اهلا يا كابتن شادي، تحياتنا ليك. ازيك يا استاذ ابو الوفا، عامل ايه؟ الحمد لله وحشنا. يعني طمنا على المنتخب والاجواء والتدريبات والاقامه. طبعا يعني بدايه انا كابتن شادي انت طبعا يعني سيدي عارفين بالبلاد الافريقيه، لكن تحديدا زيمبابوي من البلاد المتميزه او ذات الطبيعه الجيده في الجنوب الافريقي، زيها زي جنوب افريقيا، زي البلاد في الجنوب الغربي الافريقي اللي عندها يعني جوها الى حد ما بيبقى افضل في تلك المرحله. يعني درجه الحراره هنا في هراري لا تزيد عن 22 او 23 درجه مئويه، ويمكن ما تنخفض في المساء الى حوالي 16 درجه مئويه. اذا هي تشبه الى حد كبير درجه الحراره في القاهره في نهايه شهر مارس. يعني احنا احسن منكم حالا في درجه الحراره. تم النهارده القاهره 42 درجه مئويه. يعني خليني اقول لحضرتك برضو عبد الواحد السيد اتصاب امبارح في التمرين، في حارس هيسافر بالفعل مع المنتخب. هو طبعا اصابه الكابتن عبد الواحد كانت اصابه طبعا يعني شغلت الجهاز الفني وشغلت ايضا الراي العام الرياضي في مع المنتخب. الكابتن عبد الواحد السيد اثبتت الاشعه انه في حاجه الى على الاقل لراحه لمده اسبوعين مع وضع قميص واقي للصدر حتى تلتئم يعني يلتئم الضلع المصاب. بعدها يعود لتدريبات بعد اسبوعين بعد اجراء اشعه اخرى. ايضا يعني من الحاجات الجيده اللي عبد الواحد السيد بوصفه كابتن الفريق في هذه المرحله رفض العوده الى القاهره دون
يعني ان تقام المباراه مع منتخب زيمبابوي. هيحضر المباراه وسوف يغادر الى القاهره صباح الاثنين المقبل. بالفعل بدات اجراءات اتفاق حارس اخر، ويمكن الساعه 11 مساء اليوم محمد صبحي اعتقد القاهره. محمد صبحي بالفعل، وسيصل الى هراري في حوالي الساعه 9 صباح الغد. ويمكن الدور اللي قام به الجهاز الاداري واداره البعثه الكابتن حسن فريد وباقي افراد البعثه مع السفير المصري باسم يعني الشركه المصريه للطيران هنا في الهراري. كل دي اجراءات يعني سهلت كثير من الامور. يكفي ان انا اقول لك انه محمد صبحي جاي ومعهوش تاشيره لا لموزمبيق ولا الى هراري، يعني ولا لزيمبابوي. سيتم حصوله على تاشيره زيمبابوي في مطار هراري صباح الغد، وبالتالي سيتم ايضا حصوله على تاشيره موزمبيق في مطار مبوتو يوم الثلاثاء المقبل مع المنتخب الوطني. تبقى تاشيره وحيده هي اللي سوف تواجه ازمه مع محمد صبحي في العوده، لان المنتخب سيعود من مبوتو الى عبر الطيران يعني الترانزيت من جوهانسبرج، وبالتالي ربما اذا لم يحصل على تلك التاشيره ان شاء الله يوصل لكم بالسلامه، ان شاء الله يوصل بالسلامه. بس يعني خليني اعرف من حضرتك في ملامح للتشكيل معاك، التشكيله الاساسيه اللي هتلعب بكره ان شاء الله. هو طبعا اليوم الجهاز الفني ادى مرانه على ملعب المباراه وهو الاستاد الوطني في هراري، وده استاد من الملاعب المتميزه جدا. كابتن شادي انت طبعا توغلت في البلاد الافريقيه، ويمكن كل اللاعبين امثالك بيواجهوا ازمه في ارضيه الملعب. هذا الملعب تحديدا مجال طبيعي متميز جدا، ارضيه منبسطه تماما، بالاضافه لانه استاد يسع الى حوالي 65,000. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر بكره ان شاء الله. التشكيل الاقرب بلا شك انه في حراسه المرمى سيكون الاقرب هو الكابتن شريف اكرامي، لانه رغم المنافسه القويه بينه وبين احمد الشناوي، بالامانه الشناوي التدريبات لا تستطيع ان تحسن هذا الامر، لكن من وجهه نظري المتواضعه انا شايف انه شريف هو الاقرب للمشاركه في المباراه. ربما في الطرف الايمن الاقرب ايضا احمد المحمدي، وفي الطرف الايسر برغم من وجود احمد شديد قناوي في التدريبات بقوه، الا انه ربما يكون صبري رحيل في الطرف الايسر. ده واضح من خلال المران الاخير. في وسط الدفاع وائل جمعه واحمد حجازي. في وسط الملعب يعني غالبا هيبقى ابراهيم صلاح ومحمد المني مع عاشور ومحمد حسام عاشور، وربما يلعب بمثلث يعني هجومي بقياده بوتريكا ومحمد صلاح واحمد حسن. يعني اخيرا في طبعا بيتقال او عايزين نعرف حقيقه الامر منك يا استاذ ابو الوفا، اللي محمد ابراهيم لاعب نادي الزمالك كان مستر برادلي قال له يدخل الجيم فما دخلش فاستبعده من المباراه. لا هذا الكلام ما حصلش اطلاقا. كابتن محمد ابراهيم شارك في التدريب بالكامل، وحتى الان يعني الجهاز الفني لم يستقر على فكره كابتن شادي قائمه المباراه 23 لاعب اللي ستتم في اجتماع الغد. هو طبعا البعثه كلها 25 لاعب. تم استبعاد عبد الواحد السيد بوصف الاصابه بسبب الاصابه. مين مع عبد الواحد؟ ما لغايه الان لم يتم حسم هذا الامر، يعني لم يتم الجهاز الفني لم يحسب استبعاد لاعب بعينه من التشكيل. يمكن خلال الاجتماع في المساء احنا لسه جايين من التدريب من حوالي ساعه ونص. الجهاز الفني لم يحسم هذا الامر حتى الان، وربما يختار لكن هو مصدر الخبر بتاع محمد ابراهيم. انا مش يعني انا لسه مع الكابتن زكي بكلمه من شويه قال لي لسه ما حددناش اللاعب. انا عايز اقول بس مين مصدر الخبر مع محمد ابراهيم. لا يعني احنا الكلام ده عرفناه من هناك،
اتقال اللي هو احنا تركيزنا كله منتخب مصر اهم حاجه. خلي بالك كابتن شادي، احنا امبارح برضه واجهنا نفس المشكله لما اتقال انه الهاني سليمان هو الحارس اللي جاي، واتضح انه ما كانش اعلن رسمي، وتم اعلان محمد صبحي في النهايه. استاذ ابو الوفا، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي انت اوفتنا بيها يعني.